نيجي بقى للحته بتاعت الديجيتال ادفرتايزنج، ودي المشهوره يعني. الموضوع ليه جناحين، جناح ليه علاقه بالرساله التسويقيه. احنا عندنا دلوقتي حمله معينه عايزين نعملها، فالحمله دي هتحمل مجموعه من الرسائل. كويس؟ يعني انت دلوقتي لو جيت تشوف مثلا اي شركه كبيره بتصرف اعلانات كتير، هتلاقيها ممكن بتكون محدده على رساله واحده وعاملاها بكذا طريقه. حتى لو بيشتغلوا في شركات تلاقيها عامله ديجيتال ادز، وعامله اعلانات على اليوتيوب، عامله اعلانات على بيلبورد، عامله اعلانات في التلفزيون. هتلاقي كله بيقول رساله واحده، المعنى اللي هيطلع لك برساله واحد. فاهم؟ يعني مش هتلاقيه بيقول هنا حاجه، بيقول هنا حاجه، بيقول هنا لا. هو ممكن يكون شكل الاعلانات مختلف، بس انت لما تيجي تحللها كده تلاقي نفسك انت جالك انطباع واحد، لانه طبعا كل منصه ليها سلوكها. يعني انا اكيد لما افكر في اعلان تلفزيون غير لما افكر في اعلان على اليوتيوب، غير لما افكر في اعلان على السوشيال ميديا، يعني على تيك توك مثلا، او على انستجرام. لما يجي هو بيفكر ممكن يعمل فاريشنز مختلف، بس هتلاقي قلب الرساله واحد، لان هو عايز يوصل للناس كلها دلوقتي حاجه معينه. لكن حتى الناس اللي شغاله ديجيتال ماركتنج فقط، بتلاقي هم عندهم ممكن لو عامل كامبين على السوشيال ميديا فقط، ممكن تلاقيه مطلع 3-4 فيرجنز. يعني بيقول الرساله بطريقه، وبيقول الرساله بطريقه تانية، وما الى ذلك. ليه؟ لان هو في الاخر كل واحد ممكن يبقى له اسلوب. يعني انا ممكن اقول حاجه دلوقتي فتيجي معاك، يعني تعجبك، بس ممكن تعجبش حد تاني. الحد التاني ده ممكن يكون عايز يسمعها بطريقه مختلفه. فبالتالي الكلام ده ياخدنا لحاجه اسمها مهمه جدا، اسمها الكوبي رايتنج.